الصورة دي لشخص لسه في العشرينات من عمره وظهر عنديه شعر أبيض بشكل كثيف. تفتكر إيه أهم سبب لظهور المشيب المبكر؟ وهل ليه علاج؟ زي ما كلنا عارفين ان مادة الميلانين هي مادة التصبغ الرئيسية عندنا في الشعر او في الجلد، وبالتالي اي نقص فيها بيؤدي الى المشيب المبكر. ونقص الميلانين مرتبط باكتر من سبب، لكن خلينا نتكلم عن سبب شائع وهو نقص الكبر او النحاس في الجسم، وده لان الكبر اهم عنصر بيدخل في تكوين الميلانين عندنا في الجسم، وبالتالي نقص الكبر يعتبر اهم علامات ظهور المشيب المبكر. وفي معلومة كتير مننا ما يعرفهاش، ان الزنك والكبر لازم يكونوا ان بالانسد ريشيو او في حالة توازن مع بعض، وبالتالي اي زياده في الزنك بيقابلها نقص في الكبر، وبالتالي مهم جدا نعوض النقص اللي بيحصل في الكبر عندنا في الجسم. جسمك بيحتاج حوالي 900 مايكرو جرام من الكبر او النحاس يوميا، ممكن تاخدهم من كبد اللحوم او العدس او المكسرات. ولو بناخد مكملات الزنك لازم نتاكد انه بيحتوي على زنك وكبر في حاله توازن